عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون تلقاكم لا فيديو بخير. هنا جيتكم بوصفات اللي كنتوا تستنوا فيها اليوميه او اللي نسحقوها في رمضان. هنا جينا بالفرomاج بريزيدون ولا الكومونبير الناس اللي تحبوا، مع البطاطا في الفور محمره بطريقه مبسطه وتوجد لنا في وقت خفيف. هنا شوفوا كنت نوريكم في مقتطفات القرمشه تاع البطاطا، روحوا شوفوا معايا واش كاين في لاروسيت. هنا اول حاجه حنجيبها وش هي بطاطا اللي تكون هكا صغيره الحجم خير وخير. نجي نقطعها بطريقه هذه كل حبه على 4 كي تكون صغيره. الطريقه هذه تسمى نسحقها تكون لي خشينه ما تكونليش رقيقه. نكمل نقطعها الكل بالطريقه هذه. شوفوا تسمى عقد ما تكون صغيره عقد ما خير. تقطعوها سما فاسيلمون وملاحة. هنا شوفوا البطاطا دي نكمل نقطعها كلها بطريقه عادي لكم تشوفوا فيها، ومن بعد نروح ندير الماء سخون تاعي، ندير لها الماء والماء سخون عفوا والملح ونحطها تغلي. الطيب ماشي حتى تذوب لنا البطاطا، الطيب هكا نص طيب تاع جوست تدخلوا الموس يدخل وتكون حكمه روحها. شوفوا هنا كنت نكمل نقطع معكم باش تشوفوا كلش على عينكم. فوالا هنا بعد ما قطعتها كل كيما قلت لكم درك نحطها تغلي. راح نجيب البريزيدون تاعي وشوفوا حنوري لكم الطريقه اللي راح نخدم بها الوصفه دي اللي شفناها كلها دايره حاله في الانستغرام والتيك توك. انا حبيت نديرها معكم ونشاركها معكم بتفاصيلها. نجيب الغطاء تاع الباطا كيما نقولوا اللي من تحت ماشي من الفوق، ونديرها هكا بطريقه دي بالالومنيوم. شوفوا بالالومنيوم ونعاود نرجع نحط الكومونبير هنا. شوفوا كما قلت لكم نعاود نرجعه في لابواط بطريقه عادي ونبدا نقطعو. شوفوا ديجا حطيته فريجيدير مرسو راح منه كيما نعرفوا الناس اللي تحب الكومونبير ما همش حيخلوه. وهنا نجيب الموس ونبدا نقطع فيه هكا من داخل باش نحط فيه الفصوص تاع الثوم وزعتر تما نقطعها هكا تقطيع عشوائيا. انا الوصفه دي عجبتني اقراف سرتو كيما قلت لكم الناس اللي ما تحبش البطاطا مقليه ونيفيتو شويه الزيت ومن وفي رمضان الوصفات هذه تساعدنا. نكمل نقطعها كامل بالطريقه هذه. شوفوا هنا ونجيب الثوم اللي كنت قطعته فصوص هكا ونجي ندخلو فيه الداخل. بعد ما درت الثوم نروح نزيد الزعترة. نعرفوا باللي الكومونبير ولا البريزيدون يتوالم قراف مع الثوم والزعترة تزيدي تدخليه في الفور مع ذيك التحميرة. صدقوني يا البنات بنة الناس اللي تحب الفرomاج هذا كي تجربوها عاودوا رجعوا لي بالخبر. ونجي نضيف عليها الزيت زيتون هنا. وكاينه ناس اللي تحب تضيف العسل ولا تضيفوه باسكو يتوالم معاها. احنا ما نحبوشو. الناس اللي تحبها هي الوصفه دي تتماشى مع العسل اوسي. شوفوا هنا البطاطا كيما جبتها قلت لكم هنا انا خليتها حكمه راح ابين هكا ندخل الموس نحسها طرت شويه ماشي حاجه باش ما تتحرحرليش هكا كي نجي ندير لي زيبيس تذوب الكل. هنا جبت راس الحانوت شويه كركم فلفل اسود وبودره الثوم. نجي نديرها هكا فوق البابي كويسون ولا لي بلاطو اللي حنديرو في الفور والملح ونبدا نخلطها. كيما قلت لكم ما تخلوهاش تذوب لكم في الماء. الملح ما تكثروش ديجا طيبتها في الماء والملح. شوفوا حتى يدخل لها لي زيبيس. البطاطا دي كل صدقوني بنينه روعه. وخلوا لي رايكم واذا تحبوا نعود نخليكم الوصفات الرمضانيه ذي في لي كومونتير قولوا لي. انا زدت لها مغرفه لا كريم فريش اختياريه. لا كريم فريش هذه عليه تخليها لكم الطريه. شوفوا هي تجي تقرمش من برا لي كريستيون من داخل تجي طريه شغل ما على باليش. انا حسيتها عطتها قوام واحد اخر ماشي كيما ما نديرها سك. ما تقدروا ما ديروهاش انا مانيش ما نديرها مي عجبتني هكا. لازم ديروا كيما نقولوا لمسه تاعكم. هنا ضفت لها لا كريم فريش ولي زيبيس ونروح نضيف لها الزيت زيتون اللي باش يخليها تتحمر في الفور. زيت زيتون تما كيما قلت لكم نيفيتيو الزيوتات الاخرين. زيت زيتون صحي وفيتينا الزيت اللي راح نقلو فيه
هكا في الفور، نخليها تتحمر نص طياب. شوفوا هنا بعد ما درت لي التحميره تاعها نص طياب، ما هنا ما طابتش كاريمو، نجي نحط الكومونبير يطيب معاها تما، ما نحطوش من الاول باسكو راح يحمر قبلها هي. شوفوا هنا بعد ما ديري ديك التحميره، الله الله والريحه طالعه، نحطو في صحن التقديم وحنوريكم الريزولتا. شوفوا الله يبارك الريحه تتشم لا فيديو. هنا بعد ما طاب لي ضفت شويه بصل، عفوا زيتون اخضر. الناس اللي تحب هكا التقديم مع الزعتره، صدقوني الوصفه ذي كتسيوها في رمضان ولا عاودوا رجعوا لي بلا خبر. ولا عجبكم لا فيديو خلوا لي رايكم في لي كومونتير، وحنخلي لكم الرابط تاع الانستغرام في صندوق